ان شاء الله هاد لا فيديو تلقاكم بالف خير. اليوم جيتكم بوصفه تاع دي سابلي روز بزاف بنان وبعجينه جدو طريه ساهلين وناجحين من اول مره. فقط تبعوني كيفاش حضرتهم خطوه بخطوه باش تتحصلوا على هذا المظهر والذوق الرائع. راح نوريكم كيفاش حضرت هاد لو غلاصاج ميغوار بدون كريمه سائله ولا جيلاتين، وكيفاش لصقت الكاوكاو بدون مربى، كيفاش حضرت العجينه تاعو اللي خرجت لي بزاف طريه وبنينه وما تحركتليش. نعطيكم وصفه خفيفه وناجحه تاع لا كريم او بور قيمه الزبده اللي راح تجيكم بزاف خفيفه. الوصفه اللي نستعملوا فيها 250 غرام زبده، انا فضلتهم بذوق كريمه الزبده والكراميل، واذا ما عندكمش كراميل تنجموا ديروهم بذوق كريمه الزبده فقط ويجوا ايضا بزاف بنان باش تحصلوا على هذا المظهر النهائي. بالنسبه للذوق يجوا ولا اروع، صدقوني ما كنتش رايحين تندموا على هذه الوصفه. فقط تبعوني كيفاش حضرته خطوه بخطوه. كالعاده شكرا على رقي تعليقاتكم، ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش يلحقكم اي فيديو جديد. ونفوتوا لطريقه التحضير بالتفصيل. بسم الله. بالنسبه للسابلي تحتاجوا 250 غرام مارغرين، زوج صفار بيض، 3 معالق كبار سكر ناعم، كأس كاوكاو محمص ومطحون بهذا الشكل فوالا، زوج معالق كبار مايزينا، ملعقة كبيرة ونصف كاكاو، ملعقة صغيرة فاني، ونصف ملعقة صغيرة خميرة الحلويات، ملعقتين كبار ممسوحين كراميل. بالنسبة للناس اللي ما عندهاش كراميل ديروا بيضة كاملة وصفار بيضة عوض انكم ديروا صفار بيضتين. وعندي زوج كيسان ونص فرينة. الكأس تاعي يكون معمر وممسوح. نجيب وعاء نفرغ الزبدة تاعي اللي تكون بدرجة حرارة المطبخ، ماشي ذايبة وماشي بالثلاجة. نزيد صفار بيضتين ونخلط بخلاط كهربائي ولا يدوي ولا باليد كيما تفضلوا. فوالا خلط لي بضع ثواني. بعدها نجيب صفاية نغربل فيها 3 معالق كبار سكر ناعم سكر غلاس. فوالا بهذه الطريقة. هنا فقط حذاري تشعلوا الخلاط مباشرة، خلطوا شوية ابخي شعلوه باش ما تبعثروش كامل هذاك السكر غلاس، ونخلطوا في كل مرة لبضع ثواني. ابخي نضيف كأس كاوكاو محمص ومطحون، الكأس تاعي سعته 230 ملل، وملعقتين كبار ممسوحين كراميل. نذكر باللي اللي ما عندوش كراميل يدير بيضة كاملة وصفار بيضة عوض انه يدير صفار بيضتين. فوالا الكراميل هنا حتزيد لكم واحد الذوق بزاف بنين. ونخلط بنفس الطريقه لبضع ثواني. قلت لكم تنجموا تخلطوا بخلاط يدوي ولا باليد. ابخي نغربل ملعقه كبيره ونصف كاكاو وملعقتين كبار مايزينا. هنا الملعقه ما تكون ممسوحه ما تعمروها بزاف. نبدا نغربل بهذه الطريقه. فوالا وهنا حذاري تخلطوا بالخلاط الكهربائي مباشره باسكو رايحين تبعثروا كامل هذيك الكاكاو والمايزينا. ومن بعد نخلط الخلاط الكهربائي تاعي ونبدا نضيف بالتدريج الفرينة. هنا مبدئيا ضفت 15 ملعقه ونبدا نخلط. نزيد رشه ملح، نزيد لافاني تاعي وخميره الحلويات. فوالا ونبدا نخلط. مبدئيا هنا تنجموا تخدموا باليد. فوالا نخلط غير بشويه. هنا بدلت الصحن باش تبان لكم بيان. ونسيو نلموها بهذه الطريقه. ذكر باللي عجينه الصابلين لموها ما نعجنوهاش. فوالا مع الاولى حتبدا تلصق لكم بزاف في اليد. بعد نبداو نزيدو بالفرينه حتى تولي العجينه تاعنا ما تلصقلناش في اليد. انا كانت دات لي اكزاكتومون باش تلم 2 كيسان ونص كبار فرينه، بقات لي منهم ملعقه كبيره فقط حتى تولي كيما هكا ما تلصقليش في اليد. ديك تشوفوها ما بداش تلصق في اليد ما تزيدوش الفرينه باش ما تيبسوهاش. فوالا نغطيها بابي فيلم باش تبقى طريه ونخليها تريح 15 دقيقه لو طون اللي نصنعوا فيه كريمه الزبده تاعنا. ونجيب وعاء نفرغ فيه 100 غرام مارغرين طريه بدرجه حراره الغرفه. 100 غرام ما يعادل 3 معالق كبار. نضيف عليهم ملعقتين كبار بودره شونتي ضروريه في هذا الوصفه، هي اللي حتخفف لكم كريمه الزبده وبنجيش القوام تاعها ثقيل في الذوق. نضيف لهم نصف كاس سكر ناعم، نجموا ديروا حتى كاس الا ربع. ونضيف لهم رشه فانيليا. هنا فاني باش ما نبعثروش كامل هذيك لا بودره شونتي والسكر ناعم. نخلطوا باليد بهذه الطريقه. كي ندمجوا شويه المكونات نحطوا في وعاء شويه كبير فاني باش ما يطرشليش، ونخلط بالخلاط الكهربائي. انا هنا كنت خلطت لمده 10 دقائق الى 12 دقيقه باسكو الزبده تاعي كانت شويه بارده. هنا فاني حذاري الزبده ديروها ذايبه، ما لازمش تكون ذايبه باسكو رانا دايرين بودره الشونتي. كي تشوفوها باللي بدات تخفاف واللون تاعها يبدا يتفتح حتى تولي بهذا الشكل، نديرها في الثلاجه ونرجع لعجينه الصابلي. باش يجي صابلي روز تاعكم طريه ما تحلوش بالفرينه، حلوه على كيس غذائي. فوالا بهذه الطريقه. ونبدا نحل في العجينه تاعي.
فوالا السمك تاعها رايح يكون من 3 الى 4 مليمتر. هنا استعملت طابع مدور، الشكل اللي معروف عليه الصابلي روس. نعاود نذكر انه العجينه تاعكم ما تحلوهاش بالفرينه باش الصابلي تاعكم ما يجيكمش يابس. ايمام كي يطيبوا بلوطا راهم رايحين يجي السطح تاعهم املس بزاف اون ديغي دي مورانغ. بعد واش نبدا ندير؟ نقلع هاد الزوائد ونبدا نرفد الساشي تاعي ونرفد الحبه من تحت سي وما توشوهاش كامل من الفوق. فوالا السمك تاعها كيفاش يجي. وبالنسبه للصينيه تاعكم اما غطوها بورق غذائي بابي كويسون ولا رشوا عليها الفرينه. الفرن تاعكم تكونوا سخنتوه مقبل على 180 درجه وديروه يطيب لمده 15 الى 20 دقيقه. هنا حذاري نحرق لكم باسكو الكاكاو ولا نحرقته حتعطيكم ذوق كامل ماشي بنين. فوالا الصابلي تاعي بعد ما طاب انا شعلت عليه اكزاكتومون 14 دقيقه من تحت وزوج دقائق من الفوق. هو يديكم من 15 الى 20 دقيقه كمده للطهي. ابخي نبدا نقلب فيهم بهذا الشكل، ندير على الجوانب كريمه الزبده تاعي ونعمرها في الوسط بالكراميل ونبدا نبلح فيهم بهذا الشكل. هنا كنت جبت كريمه الزبده تاعي وعمرتها في اون بوش. فوالا شحال قصيت منها. هنا كي تجو تقصوا سيو الفتحه ما تكبروهاش بزاف. ابخي الا جاتكم صغيره تنجموا تكبروا فيها عادي جدا. كميه الزبده اللي درناها كانت جد كافيه باش تعمل لي كامل لي صابلي تاعي. بالنسبه لكامل هاد المقادير تاع حلوه لي روز خرجوا لي 22 حبه. نبدا نعمر في لي روز تاعي، نبدا نرسم دائره على الصابلي تاعي بهذا الشكل. فوالا غير بشويه باش الخدمه تاعكم تجي متحوفه. فوالا ونكمل كامل الحبات بنفس الطريقه. ابخي نجيب الكراميل تاعي ونبدا نعمر بملعقه صغيره. واللي ما عندوش كراميل وما حبش تحضرها قلت لكم تنجموا تعمروها بكريم وبور تاعكم، كريمه الزبده تاعكم. شهو ضاعفوا المقادير، يعني عوض انكم ديروا 100 غرام زبده ديروا 200 غرام وكامل المقادير تضاعفوا. يعني تستعمل 200 غرام عوض 100 غرام، تستعمل كأس كامل سكر ناعم و4 معالق كبار بودرة شونتي وملعقة كبيرة فاني. ابخي نبدا نغلق فيهم بهذه الطريقة. هنايا جوست حطوا حبة الصابلي تاعكم ما تعبسوش بزاف. ابخي سي كريمة الزبدة خرجت لكم شوية مسحوها بهذه الطريقة. فوالا بهذا الشكل. وهنا جد مهم انكم تقطعوا ورق الطهي على شكل مربعات بهذا الشكل ولا مستطيل سي حبيتوا تقلاصوا لي صابلي روس تاعكم وما يدولكمش بزاف وقت والخدمه تاعكم تجي نقيه. وسي شتو انا الحبات تاعي من الفوق كان السطح تاعهم جد املس. انا هنا استعملت 200 غرام شوكولا نوار واستعملت معاهم 2 معالق كبار زيت و6 معالق كبار حليب. سيو خبطوها غير بشويه على الكسرونه باش يهبط كامل هذيك الشوكولا الزائده. ابخي نجيب البابي كويسون تاعي نحط فيه الحبه تاعي بهذه الطريقه. فوالا ونبدا نلصق في الكاوكاو تاعي بهذه الطريقه. الكاوكاو تاعكم واش راح يتوسخ بالكلاصاج ورايحين تسلكوه بالخبز سورتو لا درتو كميه كبيره. ما تحتاجوش الى مربى المعجون باش تلصقوا الكاوكاو تاعكم بلوطا. فوالا بهذه الطريقه. وحذاري تلصقوا الكاوكاو بدون استعمال ورق الطهي باسكو الشيكولا كامله حتكثر لكم في الكاوكاو تاعكم. فوالا كيفاش تجي الحبه تاعي ونكمل كامل الحبات بنفس الطريقه. ابخي نبدا نقلع في هذاك البابي كويسون. فوالا بهذه الطريقه ماشي شرط تكون الشيكولا تاعكم نشفت. انا كنت غير سلكت الكلاصاج تاعهم بديت نقلع في البابي كويسون. نذكر بلي الكلاصاج تاعي استعملت فيه 200 غرام شوكولا نوار، ضفت لهم 2 معالق كبار زيت و6 معالق كبار حليب. فوالا حكموا الحبه تاعكم بهذه الطريقه باش ما تخسروهاش من الفوق ونكمل باقي الحبات بنفس الطريقه. فوالا كيفاش يجوا. ابخي نجيب اون بوش ندير فيها 50 غرام شوكولا سوداء ولا شوكولا بالحليب كيما تفضلوا ونديرها في حمام مائي. حطوا لابوش تاعكم بالشوكولا في الحمام المائي. ناري بزاف سخونه نخليها تشد روحها شويه. لو طون لي تشد روحها شويه نوريكم الحبه تاعي كيفاش جات. فوالا لو كلاصاج تاعي بعد ما نشف اون ديري درت كلاصاج ميغوار. يجوا بزاف شابين في الشكل تاعهم وبزاف بنان في الذوق تاعهم. فرانشمون ماكمش رايحين تندموا عليهم. نولي الشوكولا تاعي اللي شدت روحها شويه وهنا على قد ما تصغروا الفتحه تاعكم على قد ما الديكوراسيون تاعكم راح تجي شابه. هنايا ابان فتحوها غير شويه. فوالا وين نفتحها غير ابان حلوها. على قد ما تصغروا الفتحه تاعكم على قد ما الديكوراسيون تاعكم الفوق راح تجيكم شابه وظريفه. فوالا وسي بانت لكم صغرتوها بزاف تنجموا تكبروا فيها. ونبدا نزين فيهم بهذا الشكل. بالنسبه للتزيين لازم حتى الكلاصاج تاعكم ينشف باش تزينوهم من الفوق.
فوالا صابلي روز تاعي بعد ما نشف رايح يجيكم مظهر بزاف راقي وفي الذوق بزاف بزاف بنين. وصفه اللي فري ما كومش رايحين تندموا عليها. هذه هي وصفه اليوم، ان شاء الله تكون نالت اعجابكم. جربوها وقولوا لي كيفاش جاتكم في التعليقات، وما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش يلحقكم اي فيديو جديد. تهلاو في روحتكم، et à la prochaine.